في 8 حاجات مينفعش حضراتكم تعملوهم خالص. اول حاجة ان حضرتك تضيع وقتك وتضيع وقتك على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا او الالعاب الجيمز على الموبايل اللي بيقعد طول الوقت الانسان يقعد ينشغل بيها بتبقى ادمان، وبتقعد هي كمان عشان ما عندهاش حاجة تعملها تقعد تضيع وقت عليها. وللأسف الوقت ده مهم جدا جدا جدا. الوقت ده انت ممكن تستغله في حاجات كتير لتطوير ذاتك وحياتك، فمصيبة انك تضيعه هباء كده، زائد ان الوقت ده هتتحاسبوا عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالواحد لازم يخلي باله من وقته، لان العمر بيجري وبيعدي بسرعة جدا يعني. فمن الحاجات الخاطئة جدا اللي ما ينفعش حد يعملها ان هو يضيع حياته وقته على السوشيال ميديا، على مشاهدة الافلام والمسلسلات، على مشاهدة اي حاجة تافهة ملهاش اي لازمة، على اللعب على الجيمز. الحاجات دي كلها ترفيهية، اتس اوكي، عايزين نقعد ونشغل بيها شوية شوية، يبقى نخصص ليها وقت. زي ما تعلم ابنك او بنتك او بنت اخوك او بنت اختك او اي طفل عندك، بتعلمه انه حبيبي ده وقت اللعب، ده وقت الترفيه عندنا، زي في المدرسة زي في الكلية زي وهكذا. كذلك انت لنفسك لازم تربي نفسك وانت كمان وتعلمي نفسك ده. لازم يبقى عقلك شغال طول الوقت بانه كل حاجة ليها ترتيبها وليها وقتها، واخصص لده امتى ارد على ده وامتى ما اردش على ده، وان انا وقتي مهم جدا. تاني نقطة ما ينفعش ان انت تعملها ان انت تكون مشغول 24 ساعة خالص، يعني مضغوط ومشغول ذهنيا ونفسيا وجسديا وكل حاجة. لازم يبقى عندك في اليوم ولو ساعة واحدة بس تقعد مع نفسك كده، حالة استرخاء. ليه حالة استرخاء؟ بتفضي ذهنك وبالك وكل شيء فيك علشان تطلع اجمل ما فيك، عشان حتى تراجع نفسك، عشان تحاسب نفسك وتحاسبي نفسك، علشان تقدري ان انت تنتجي في حياتك امور، عشان تقدري ان انت يعني تجددي الطاقة الايجابية وتجدد الطاقة الايجابية مرة تانية. ولو في اي طاقة سلبية دخلت في جسمنا ولا في روحنا ولا في حياتنا نطلعها خالص. ساعة واحدة في اليوم مهمة جدا جدا. انشغال 24 ساعة والضغط اللود اللي طول الوقت ده بيبقى غلط خالص. يعني حتى لو انت عندك طول اليوم ضغط شغل وانت كمان، نيجي بقى ساعة كده في النص او في اخر الليل، خلاص بقى استرخاء كده وصفاء ذهن، اللي هو انت ما تعملش اي حاجة غير انك بتصفي ذهنك كده وتفكر يعني اعمل ايه بقى للي جاي، احاسب نفسي زي ما قلنا، راجع نفسي عشان اطلع كل الحاجات الخاطئة اللي ممكن اكون عملتها في يومي، او الحاجات الحلوة ان شاء الله اللي انا استعد ان انا اعملها من بكرة او في الايام اللي جاية. تالت حاجة ما ينفعش اللي احنا نعملها، وللأسف كتير من الناس بتعملها جدا، ان هي بتبص في رزق غيرها. رزقك محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق، هو اللي بيرزق العصافير والقطط والحيوانات بكل انواعها، هو اللي خالق الكون وخلقك. يعني رزقك محفوظ ومكتوب عنده عز وجل. اسعى وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل وليس التواكل. التوكل على الله ان احنا بنقول عليك التوكل يا رب، توكلنا عليك يا رب، وبنسعى وبنشوف رزقنا وما نبصش في رزق غيرنا. اما التواكل هو ان انا بقول توكلت على الله، لكن انا لا بسعى ولا بعمل اي حاجه وما انا سايبها على الله. ماشي، ما هي كل حاجه على الله، بس احنا لازم نسعى ونجتهد ونصبر ونحتسب، ولما يقابلنا ابتلاءات وكذا وعواقب نشوف هنتعامل معاها ازاي ونصبر عليها على قدر المستطاع، ونذكر انفسنا ونذكر الغير بيها. فما تبصش في رزق غيرك خالص عشان ما تتعبش. النقطه اللي بعد كده: لا ترافق الفقراء. فقراء؟ لا، مش فقراء الفلوس، ما اقصدش ده خالص. عارفه ان اول حاجه هتيجي على الاذهان دلوقتي حالا انه مقصود بيها فقراء الفلوس؟ ابدا. انتوا متخيلين ان كل انسان فقير هو فقير المال فقط؟ لا، في ناس فقراء في الاخلاق، وده كتير بنقابلهم. وفي ناس فقراء في العلم، وكتير بنقابلهم. وفي ناس فقراء في الثقافه والوعي والادراك، وده كتير برضو بنقابلهم. فلا ترافق فقراء العلم والثقافة والأخلاق. النقطة اللي بعد كده ونقطة عظيمة وجميلة: لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله أبدا، مهما حصل، مهما أذنبت ومهما عصيت. لا تيأس أبدا، ولا تجعل أحد يأسك من رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا. باب التوبة، باب الرحمة مفتوح ليوم الدين.
في كل يوم الله سبحانه وتعالى بيناديك، في كل لحظة ربنا بيناديكي، في 100,000 فرصة كل يوم. فاوعى تيأس، اوعى تخلي حد يقولك مش مقبول منك ده، انت بتصلي وانت كنت بتعمل كذا. لا، ارجع وراجع لربنا سبحانه وتعالى، وارجع لله سبحانه وتعالى، وراجع نفسك. ارجعي انت كمان لنفسك ولربنا سبحانه وتعالى في كل لحظة، واعرفي ان باب التوبة مفتوح، مفيش مخلوق يقدر يقفله في وشك ابدا. النقطة اللي جاية ونقطة انسانية، بسميها نقطة انسانية ليه؟ علشان هقولك واقولك اوعى واوعي تندمي على فعل شيء عملتيه في يوم من الايام. انا دلوقتي فعلت فعل خير في فلان، انا كنت بحبه بس هو خدعني. ده انا عملت خير مع حماتي بس هي ما احسنتش اليا. ده انا في يوم من الايام احسنت لفلان وعلان، ده انا عملت كذا وكذا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لو الناس ما احسنتش الينا الله سبحانه وتعالى سيؤجرنا ويكرمنا، بس احنا في وقتها بنبقى مجروحين وتعبانين مش حاسين بده. قدام هتفتكري وتفتكر كده في لحظات معينة هتلاقي الله عز وجل بيعوضك، وبالعكس كل وجع وكل جرح وكل أذى نفسي قصاد كل خير وخير انتي عملتيه في حياتك، الله سبحانه وتعالى هيجعلك تشعري بالشكر والامتنان في اللحظة ان انا اتوجعت واتجرحت فيها. فاوعي تندمي ابدا على حاجة حلوة وحاجة كويسة عملتيها تجاه الآخرين، تجاه أي حد حبيتيه بجد، سواء بنت سواء شخص ما كنتي بتحبيه وترتبطي بيه أو مرتبطة بيه أو زوجك أو أيا وأنت كمان. ما تزعلش لما ابوك وامك يقولك المفروض كنت تعمل كذا ويزعق معاك ويقعد يشخط فيك ويشخط فيكي، لانه احنا في كلام كتير جدا واحنا صغيرين تحديدا في اعمار ال 17 سنة والعشرينات ما بنحسش بيها، حتى واحنا احيانا برضو كبار لو دخلنا حتى في الثلاثينات. ليه؟ لانه احنا في مرحلة مش في وعي وادراك وخبرة زيهم. فما تزعلش، انت هيجي عليك وقت هتندم تقول يا ريتني كنت سمعت كلامهم. احيانا ماما مثلا تيجي تقولك وتقولك ايه، الصحبه دي مش كويسه خلي بالك. قلت له يا ماما، يا ماما دي طيبه، يا ماما دي غلبانه، وانت اللي عبيطه حبيبتي، انت عبيطه. يعني هي لا غلبانه ولا طيبه ولا اي حاجه. وده بنكتشفه على فكره، حصل معايا في يوم من الايام وانا صغيره. كان عندي 19 سنه وكان في بنت يعني كنت مصاحبه عليها جدا ودخلت كمان بيتي والدتي عارفاها، ما كانتش امي مرتاحه لها خالص رحمه الله عليها، والله ربنا يرحمها. وتقول لي يا ياسمين دي مش كويسه، يا ماما دي كويسه، يا ماما مش عارف ايه، يا ماما إيه. يعني كلنا بنمر بهذه المراحل الفظيعه يعني. والطيبه الزياده عن اللزوم، لان قلبنا بيبقى نقي، قلبنا بيبقى مش وحش كده، يعني بيبقى صافي، وحسب كمان تربيتك وفي نفس الوقت حسب انت قلبك ايه ونفسيتك السوية ايه ونفسيتك. فصدقيني بجد ما تزعلوش من اهاليكم لما يحذروكم من اصحاب او من كذا او من علاقة ما او اي حاجة في حياتكم، او يشخطوا فيكم في حاجات، لانك هتندم بعد كده انك ما سمعتش الكلام. اخر نقطة معايا النهاردة، اوعي تفقدوا الامل في بداية اي فعل، لأن المطلوب إنك تسعى وتصبر وتتأكد وتتيقن وتؤمن أنك وأنك ستنالي هذا الفعل. مش من أولها كده في أول بداية أنا مش قادر أصبر، لا أنا ما حصلتش على كذا، لا أنا مش هيعمل مش عارف إيه، لا أنا خلاص أنا لا خالص، ما ينفعش. تفقدش الأمل، الأمل كله في الله سبحانه وتعالى. البدايات بتبقى فيها احيانا صعوبات، لكن دايما تذكري ودايما حطي في دماغك وحطي في راسك دايما انه شايف قدام هبقى فين، متطلع على اللي قدام. انا هبقى في مكان عالي جدا، انا هبقى في مكان حلو قوي. فدايما بص لقدام وما تستهونش ان عشان البدايات في اولها صعبة وفيها عرقلات ومشاكل وازمات وكذا انا مش هوصل. محدش نجح بالسهل، محدش وصل بالسهل، فلازم تصبر وستنال. للاسف حلقتي النهارده خلصت، اتمنى تكونوا استفدتوا وعجبتكم، ونبتدي بقى النهارده الحاجات اللي احنا قلنا عليها ما نعملهاش تاني خالص. اشوفكم على خير في حلقه جديده.